أخ يسأل يقول: هل الرهن حرام؟ لاحظ أخي، ما هو الرهن؟ الرهن يطلق على شيئين من حيث الاستعمال. أن ترهن شيئا عند بائع اشتريت منه مثلا بالدين، إنسان اشترى شيئا بالدين ولا يوجد عنده مال، وصاحب السلعة يريد ضمانا ليعود المال، فترهن شيئا عنده، أن تضع ساعة أو أن تضع ربما قطعة ذهب أو شيء آخر ثم يرجعها لك بعد أن تسدد الدين. هذا جائز ليس فيه مشكلة، وله أحكام طبعا طويلة في الفقه. وهنالك نوع آخر يسمى الرهن، ونقول يتراهن اثنان، يقول أحدهما: إذا حصل كذا أنا أعطيك مبلغ من المال أو أعطيك شيئا، وإذا لم يحصل فأنت تعطيني. هذا مقامرة، هذا قمار وهو حرام، وإنما يكون حلالا إذا حصل هذا من جهة واحدة، لأنه لن يكون قمارا. كان يقول: إذا حصل هذا الأمر أعطيك 1000 دينار، وإذا لم يحصل خلاص لا أعطيك ولا تعطيني. هذا جائز. لكن أن يقول إما أن تعطيني أنت أو أن أعطيك أنا، لا، هذه مقامرة وهذا هذا حرام قطعا. وإذا تحقق هذا الأمر وأعطى المراهن المال فلا يحل للآخر أخذه، إنما هو سحت حرام حتى وإن أعطاه بطيب نفس، ما دام كان معلقا على شرط هذا الرهن فهو مقامرة، حتى لو كان طيب نفس ما طيب نفس. هنا التحريم من حقوق الله ليس من حقوق العبيد، حتى نقول هذا وهبه، أنت ما مطي هدية. أنت لو ما كان فائز عليك بهذا الذي يسمى بالرهن ما كان أعطيته، واضح؟ فهو حرام حتى وإن كان على طيب نفس، يجب أن ترجعه له.